هو صحيح يا رجاله اللحم الفرنسي بيبيض كل 10 ايام؟ هو اللحم الفرنسي بيفرخ فعلا 10 و11 عش في السنه؟ انا عايز اوريك لحم فرنسي من اللي بيلحم كل 5 ايام. وليد انا اشتريت حمام لاحم ومش راضي يلحم، القصه ايه؟ انا عايز من عندك حمام. وليد اللحم اللي عندي بيبيض بعد موته في الزغاليل، هو كده ما يبقاش لاحم ولا لاحم؟ حبايبي رجاله صباح الفل، يوم جديد وحلقه جديده، والنهارده حلقتنا مع اللحم الفرنسي بين الحقيقه والسراب. والله يا رجاله زي ما بكلمكم كده اكاذيب وشائعات بنطلعها على اللحم الفرنسي بهدف حاجه واحده، هو التسويق. طب اللحم الفرنسي حلو ولا وحش؟ طب شغال ولا مش شغال؟ يعني اجيب اربي ولا ما اجيبش اربي؟ كل الكلام ده ان شاء الله يا رجاله هنعرفه في الحلقه ديت. بس هستأذنك قبل ما نتكلم في الموضوع، يا ريت لو بتشوفني لاول مره ما تنسانيش تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنقدمها. ما تنساناش باللايك الجميل، اللايك بيرفع الفيديو فبيخلي اكبر عدد من المشتركين يشوفوا الحلقه ويستفيدوا بيها، وده الهدف من الفيديوهات. حبايبي رجاله صباح الفل، يوم جديد مع اللحم الفرنسي. بصوا يا شباب، الحلقه ديت هدفها التوعيه. الحلقه دي هدفها التوعيه. طيب اللحم الفرنسي حلو؟ اللحم الفرنسي حلو. اللحم الفرنسي بيبيض؟ بيبيض. اللحم الفرنسي شغال؟ شغال وكويس جدا. حمامه حنينه، حمامه طيبه، حمامه بتهتم باولادها، تحط لها زغلول 2 3 عمرها ما تزعلك. ممكن تزعلك بس لو هي لسه بشاير اول مره تبيض ولا حاجه، فبتبقى الموضوع بالنسبه لها لخبطه. هي مش راسيه، مش عاقله، لسه الخبره عندها مش مكتمله. تلاقي تاني عش وتالت عش بعد كده بسم الله ما شاء الله بتفتح معاها الدنيا. بس ده بشرط طبعا الغذاء المتكامل للحمام. كل الكلام ده حلو يا وليد عن اللحم الفرنسي وتمام التمام وزي الفل، وفرت له مكان خلاص وتمام التمام والدنيا شغاله معايا وزي الفل. تعالى بقى للجانب الثاني اللي هو السراب اللي الناس ماشيه وراه. هل اللحم الفرنسي حمامه بتبيض ذهب؟ خلي بالكم يا شباب، انا الكلام اللي انا هقوله ده ليك انت، والكلام اللي انا بقوله ده ممكن يزعل ناس تانية، وانا ببيع لحم فرنسي، يعني انا ببيع لحم فرنسي. بس انا والله بقول لك الكلام ده عشان تبقى الرؤيه بالنسبه لك واضحه. عارف انت لما تبص كده تبقى شايف كل حاجه واضحه قدامك. الحلقه دي هدفها كده. اللحم الفرنسي بيبيض ذهب؟ يعني اللحم الفرنسي ممكن مثلا يشيلني من الفقر يوديني في مكان تاني؟ لا يا جماعه، مفيش الكلام ده. ممكن اكسب منه وربنا يرضيكم وكل حاجه، اما اللحم الفرنسي مش الحمامه اللي بتبيض الذهب، مش الحمامه اللي بتبيض كل 10 ايام زي ما في ناس فاهمه وفي ناس متخيله. في الاساس هو اسمه لاحم فرنسي لان لحمه كويس، او اقول لك ايه، بس لانه هو فرد حمام لانتاج اللحم، مش لانه بيلحم. ايه علاقه لاحم تمام غزير اللحم بكلمه بيلحم؟ ملهاش علاقه، يعني ملهاش علاقه خالص. عارف انت عامل زي ما اكون اقول لك ايه شغال ايه، اقول لك انا شغال جزار. ايه يا عم بتبيع؟ ببيع جزر. يعني ملهاش علاقه خالص يا جماعه. كلمه لاحم فرنسي فهو لانتاج اللحم، لاحم جايه من لحم تمام. اما قصه ان هو لاحم عشان بيلحم، ماشي، مفيش الكلام ده. مفيش ان هو بيبيض كل 10 ايام. فرد حمام اللحم الفرنسي زي اي فرد حمام خلقه ربنا. يعني اليومين دول الحمام مثلا في قلش والحمام راكن والحمام ما بيبيضش. ويا ريت يا رجاله بعد اذنكم عشان خاطري ما حدش يتصل يقول حمام ما بيبيضش دلوقتي. يعني اللي اشترى مني حمام او اشترى من فلان او علان اي فرد حمام، الحمام دلوقتي في قلش، الحمام دلوقتي ما بيبيضش. يعني مفيش حاجه اسمها انا اشتريت من فلان حمام وقال لي بالضمان وما بيبيضش بقاله اسبوع ولا 10 ايام ولا شهر. ما احنا في قلش اصلا، ما هو طبيعي ان الحمام ما يبيضش اليومين دول. احنا في قلش. احنا كل اللي بنعمله، بصوا يا شباب، بصوا صباح الفل الاول يا حاج احمد، اخبارك ايه؟ بصوا الريش ده مكنوس امبارح. هو بيضحك على اللحم الفرنسي ولا بيضحك على ايه بالله عليك؟ والله بيضحك على ايه؟ بيضحك على ايه والله؟ انا عم محمد انا يوميا بيكلمني ناس الحمام ما بيبيضش. لسه واحد مكلمني قال لك ايه بالله عليك؟ والله قال لك ايه؟ قال انا عندي لحم فرنسي شاريه من واحد وبقعد وطلع بقاله اسبوع هو وما بيضش. ما بيضش تاني بقاله بالظبط 15 يوم، بقاله اسبوعين بالظبط وما بيضش تاني. اعمل عشان يبيض. انا عايز بقى لحم من اللي بيلحم كل 10 ايام. هو بيبيض كل 15 يوم. ده مش الكلام ده. فرد حمام زي طبيعي زي ايه فرد حمام في الدنيا. يعني الواحد والله بيحزن. بصوا يا شباب الريش ده قلش اليومين دول، قلش اليومين قلش والله مجنون يوم الجمعه. بص المنظر، الله اكبر الله اكبر. هنسمع رجاله اذان الظهر ونرجع لكم تاني. فدي اول جزئيه يا رجاله عشان بس ايه
نقفل الباب دوت اليومين دول 7 و8 و9 مفيش فيهم فرق ولا فيهم انتاج، لا لاحم ولا غير لاحم. طب يا وليد انا ربنا مكرمني، انا ربنا مرضيني، انا عندي جوز بضم جوزين بضم، يا عم رزقك. انما القاعده الاساسيه مفيش بيض ولا في شغل، واللي باظ الحصى مش عمران، عشان بس الناس ما تبقاش فاهمه غلط. ادي اول جزئيه في جزئيه الحمام باض وما باضش، والقصه ديت اللي هنتكلم فيها اليومين دول. تعالى بقى نرجع لموضوعنا اللي هو اللحم. هل اللحم بيبيض كل 10 ايام؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. بس تزعل مني ناس في التعليقات تقول لي وليد انا عنده بيبيض كل 10 ايام، كل ما يطلع بعد 10 ايام يبيض. يا عم الله يسهل لك ورزقك، وانا ما شفتش حاجه بعينيا. يعني احنا بنربي بقالنا سنين السنين وبنبيع لحم بقالنا سنين السنين وبنشتري لحم بقالنا سنين السنين، ما شفناش الكلام ده. ماشي، فرد حمام يبيض كل 10 ايام مفيش الكلام ده، ولا حتى بنشوفها في الفراخ. طيب هو وليد اللاحم بيريح؟ يعني اللاحم بيجي مثلا في الموسم ده كده بيركن برضه زي اي فرد حمام؟ طبعا بيركن وبيريح وبيقلش، تمام، وبيتعب عادي جدا، مفيش اي مشكله. طيب يبقى قفلنا قصه اللحم ما بيلحمش كل 10 ايام. هو طلع يبيض كمان 15 كمان 20 يوم، اول ما تطف ولاده منه عادي جدا مفيش مشكله. انا بكلمك والله بما يرضي الله، ما عايز منك حاجه، عشان لو انت مقبل على اللاحم تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. لو انت بتربي لاحم وشاغل دماغك وبترن على الناس، او مثلا زي اللي بيكلم احمد ما بطش بعد 10 ايام، ما بطش بعد 5 ايام ما طلع، تبقى برضه فاهم الحلقه ديت لحضرتك. انا يا جماعه والله بيكلمني ناس اشترت لاحم ولما طول احمد ثواني كده عايزك في حاجه. اشترت حمام لاحم ولما تلاحم، ولما بدات تفرق في الطبيعي تمام رنت عليا انا عايز ابيع الحمام لان اللي عندي ما لحمش كمان 10 ايام، فانا عايز حمام من عندك من اللي بيلحم بعد 10 ايام. مفيش الكلام ده. ادي اول جزئيه في موضوع بيلحم بعد 10 ايام. وضحناها وقلنا ان هو كلمه لاحم لانتاج اللحم، مش لاحم لانه بيلحم. انت خلطت الدنيا ببعضها مفيش مشكله. ادي اول جزئيه. طب اللحم بيبيض 3 بيضات، يعني هل مثلا انت حضرتك عندك سلم البيضات 3 بيضات؟ لا، مفيش الكلام ده برضه، ده كلها اشتغالات. حد بتاع فيديوهات شمال ولا نصاب ولا بتاع بيعمل كده يقوم حاطط لك 3 بيضات. بص انا وصلت للسلال اللي بتبيض 3 بيضات او 4 بيضات، اشتغالات كلها، مفيش حاجه اسمها كده. طيب على مدار تربيتنا للحمام شفنا حمام بيبيض 3 بيضات؟ شفناها، بس ده نادرا. يعني شفتها عندي مره في فحميايه، مره شفتها عندي في انتايه زاجل، شفناها بعينينا. جوز حمام مقفول عليهم كده وابص لا ذكر وانتهى ولا بيض 3 بيضات، وال3 بيضات ما شاء الله عليهم مخصبين. ده نادرا لما بيحصل. اما انا عندي السلاله بتبيض 3 بيضات اشتغالات. طيب في حاجه اسمها لحم فلسطيني؟ يعني في حاجه اسمها احنا يعني فلسطين ربنا يعينهم ويقويهم. فلسطين متبهدله اخر بهدله. فلسطين وانا بنجيب حمام من فلسطين؟ احنا لو جبنا فرد ولا فردين في عربيه شحن جايه سرقه ولا تهريب من عند ربنا. طب في حاجه في الاساس اسمها لحم فرنسي ب1000 ونص و2000 و2000 ونص، بنسمع اسعار هبله، اسعار جنان. انا بكلمك وانا زعلان وانا متضايق، ما تخليش حد يشتغلك، ما تخليش حد يضحك عليك. مفيش حاجه اسمها لحم فلسطيني. طيب اللحم ايه؟ اللحم هو فرنسي وداخل مصر من في مصر هنا من سنين السنين وخلاص، وموجود عندنا. في منه الحجم اللي هو العادي الطبيعي، في منه الحجم الجامبو اللي بيسموه الكيرنو، غير كده مفيش. في منه ابيض، في منه سيلفر، في منه الوان تانية لا. عظمته وردي، جفنه وردي، ده الكلام المعتاد اللي الدنيا كلها عارفاه. اقول لك ايه تاني؟ مش عايز حد يضحك عليك، مش عايز حد ينصب عليك. يعني انا اسف، الحلقه وصلت لكام؟ وصلنا للدقيقه 9، مش عايزين نطول اكتر من كده. وان شاء الله يبقى في حلقات تانية ماشي، وباذن الله بكره ولا بعده هنعمل لكم عروض بيع في اللحم الفرنسي، اصوص شغاله ببيضها باذن الله. حبايبي رجاله صباح الفل، ربنا يكرمكم ويرزقكم الخير. تحياتي لكم جميعا، كان معكم الشباب كل عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احمد